الحمد لله على أن بين للمستهدين معالم مراده، ونصب لجحافل المستفتحين أعلام أمداده، فأنزل القرآن قانونا عاما معصوما، وأعجز بعجائبه فظهرت يوما فيوما، وجعله مصدقا لما بين يديه ومهيمنا، وما فرط فيه من شيء يعظ مسيئا ويعد محسنا، حتى عرفه المنصفون من مؤمن وجاحد، كما أنزله على أفضل رسول فبشر بأن لهم قدم صدق فيه، فبه أصبح الرسول الأمي سيد الحكماء المربين، وبه شرح صدره إذ قال إنك على الحق المبين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى رسوله وآله الطاهرين وعلى أصحابه نجوم اقتداء للسائرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية، الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وهذا البرنامج كما ذكرنا يعالج قضية تاريخية اللغة العربية على مر العصور والدهور، من حيث نهضتها وانتشارها في العالمين. وما زلنا في هذه الحلقات السابقة والقادمة مع قراءات في مقالات أو أوراق علمية كانت ضمن المحاور في الندوة التي عقدت في أسمرة، وكذلك المقالات التي نشرت في المواقع التواصل الاجتماعي. واليوم نكون مع دكتور جلال الدين محمد صالح، وبعنوان اللغة العربية في ظل نظام الجبهة الشعبية، هل ستعيد مكاناتها بعد تهميش متعمد؟ هكذا يسأل بروفيسور جلال الدين محمد صالح. يقول: يكابر من يجادل فيما للغة العربية من وجود ثقافي في المجتمع الإريتري، وفيما تحظى به من تقدير كبير وولاء ووجدان عميق من أكبر وأوسع شريحة أريترية، مفعمة بشعور الانتماء الحضاري والتاريخي والديني إلى محيطها العربي، ومؤمنة كل الإيمان بوحدة المصير المشترك بينها وبين هذا المحيط العربي في تبادل المصالح الأمنية والاقتصادية والسياسية بكل ما فيه من ضعف وما يعانيه من هزيمة. ليس من أول يوم أشعل فيه الأريتريون المضطهدون فتيل الثورة الأريترية على نظام الإمبراطور وسياساته الإقطاعية، وإنما من قبل ظهور المشكلة الأريترية بوصفها قضية سياسية في الأربعينيات. وما أثار أحد من اللغط والجدل حول شرعية اللغة العربية في إريتريا وحقها في استقلال وجودها الثقافي والتاريخي، كما أثارته المجموعات الطائفية من قومية التجرينية في فترة تقرير المصير، من أمثال القس ديمقراس بطرس، وثم للأسف في فترة الكفاح المسلح مجموعة سلف ناس النت وبقيادة المنادي سياس فرقي، الذي سجل في وثيقته الشهيرة نحن أهدافنا موقفه السلبي الواضح والمبدئي من العربية والعروبة، حين أبى أن يعترف للغة العربية بشرعية الوجود التاريخي وشرعية الإقرار الدستوري
كما ذكرنا في الأربعينيات أقر البرلمان الإريتري على أن تكون لإريتريا لغتين رسميتين هي العربية والتجرينية، وهذا موضوع موجود ومسطر في الدستور الذي كان في الأربعينيات. ولكن هذا النظام أو هذا الحزب تنسل إلى هذه المسألة ورفض أن تكون العربية هي لغة ثانية في أريتريا، بل حاربها محاربة شديدة. وقال الأستاذ جلال الدين محمد صالح هو ضاربا عرض الحائط بالفقرة الدستورية التي تضمنها دستور أريتريا في العهد الفيدرالي، إذ كتب في الوثيقة المذكورة يقصد نحن وأهدافنا تحت فقرة اللغة قائلا على الرغم من وجود أكثر من 9 لغات يتكلمها الشعب الإريتري، فإن اللغتين الرئيسيتين هما التجرينيا والتجرايت. وهذه القوميات لها لهجات وليست لها لغات، لأن اللغة تكتب، وأما اللهجات فهي لهجات تتداول بين القومية أو بين القبائل أو بين العشائر. فيقول على الرغم، هذا السياسي يقول على الرغم من وجود أكثر من 9 لغات يتكلمها الشعب الأريتري، فإن اللغتين الرئيسيتين هما التجرينيا والتجرايت. التجرينيا والتجرايت هي من اللغات السبعية الحميرية، وهما من أصل سامي مشتقتا من لغة الجعز. أما اللغات الأخرى التي لم تشتق من الجعز فهي البلين والبجا والبازا والساهو والدناكل. وبصفة عامة يتحدث سكان المرتفعات التجرينيا، بينما يتحدث سكان المنخفضات وسواحل البحر الأحمر التجري أو التجرايت، وهي ما يطلق عليه بلغة البني عامر. ثم مضى الرفيق السياسي مشنعا على العربية والعروبة، متهما قيادة الجبهة الشعبية بترويج قيادة الجبهة التحرير الأريترية بترويج الأكاذيب وقلب الحقائق فيما تكشف عنه من انتماء إلى العربية والعروبة. يقصد جبهة التحرير الأريترية التي اعتمدت اللغة العربية هي اللغة الرسمية في أدبياتها في وقت الكفاح المسلح، حيث قال استعمل زعماء الجبهة الإقطاعيون اللغة العربية لإثبات عروبة إريتريا، فقد أعلنوا أن اللغة العربية هي لغة الشعب الأريتري. إن هذه الأكاذيب قد ضللت كثيرا من الناس الذين لا يعرفون لغات الشعب الأريتري، وقد قدمنا شرحا مختصرا عن تلك اللغات في بحثنا هذا. يقصد في بحث نحن وأهدافنا، ويقصد بهذا كما ذكرنا جبهة التحرير الأريترية. ومع هذا التهميش الصريح للغة العربية، يقول هكذا الدكتور جلال الدين محمد صالح، يقول مع هذا التهميش الصريح للغة العربية في تنظيره هذا، أقر المناضل سياس أفورقي في وثيقته تلك ببعض الروابط التي تصل الشعب الإريتري بالعروبة، لكنه رفض أن تكون هذه الروابط دليلا على عروبة أريتريا، وكأنه يرى تباينا بين الهوية الأريترية والهوية العربية من غير أن يوضح لنا خصائص الهوية. طبعا هذا المقال دكتور جلال ينتقد فيه الحزب الحاكم وموقفهم من اللغة العربية من غير أن يوضح لنا خصائص الهوية الإريترية ومميزاتها عن خصائص الهوية العربية. وفي هذا يقول
أي سياسة فرقي، وليس هناك أحد ينكر تلك الحقيقة التاريخية، وهي أن الأريتريين مسلمون كانوا ومسيحيون لهم بعض الروابط العرقية مع العرب، لكن علينا أن نقر أولا وقبل كل شيء أننا إريتريون ولسنا عربا. لذلك لم ينضم إلى جامعة الدول العربية، ونحن أقرب من الشعب الصومالي والشعب الجيبوتي، نحن أقرب إلى العروبة منهم، ولكن لحقده، لأن العربية تعد هي مظهر من مظاهر الإسلام، ويقول نحن أريتريون ولسنا عربا. هكذا تصور المناضل سياسة فورقي العلاقة بين الهوية الأريترية والهوية العربية. إنها علاقة تنافر وتباين، فكوننا إريتريون تعني وتساوي بالضرورة عند المناضل سياسة فورقي أننا لسنا عربا. وبموجب هذه المعادلة دخل تنظيم سيلف ناطنت إطار الوحدة التنظيمية مع قوات التحرير الشعبية، وكان وفيا لموقفه السلبي من اللغة العربية ومتمسكا به، حيث أثار سؤالا حول اللغة التي سيعتمدها التنظيم في إدارة شؤونه، ووفقا لما ذكره المناضل الأمين محمد سعيد في كتابه الثورة الإريترية الدفع والتردي، يقول إن القرار الذي اتخذ بشأن اللغة ووقتها جرد اللغة العربية من حقها في الاحتفاظ بنفوذها في إدارة التنظيم، وترك الأمر للغة التي تفرض نفسها، وترك الأمر للغة لأنها اللغة العربية واللغة التجرينية والتجرايت هذه لغات سامية، وهو لذلك اعتمد اللغة التجرينية في الميدان في عهد الثورة في السبعينيات، ففرضت نفسها على الواقع الإريتري بعد استقلال أو تحرير أريتريا. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الكرام. أهلا وسهلا بكم ومرحبا. بعد فاصل قصير نواصل ما انقطع الحديث، وحديثنا في هذه الحلقة عن مقال كتبه الدكتور جلال الدين محمد صالح بعنوان اللغة العربية ومواجهتها في الجبهة الشعبية، هل ستكون متهمشة أو لها دور كبير؟ فإذا يقول في كلام الأستاذ محمد سعيد ناود: لا يمكن أن تكون مسألة اللغة عائقا أمام توحيد المقاتلين، هذا قبل الاستقلال أو التحرير إريتريا، وإن اللغة المشتركة يمكن أن تظهر من خلال الاحتكاك والممارسة المشتركة في الحياة اليومية، وبالتالي تفرض نفسها بشكل تلقائي في كل المجالات. في كتابه الثورة الإريترية الدفع والتردي، على أساس من هذا القرار همشت اللغة العربية، حصل تهميش في السبعينيات بعد انشقاق الجبهة الشعبية عن قوات التحرير الشعبية، وقبلها انشقاق قوات التحرير الشعبية عن جبهة التحرير الإريترية. هكذا قرروا أن تكون اللغة التجرينية هي التي يدار بها التنظيم في ذاك الوقت، وأجبر الناس على تعلمها. يقول الدكتور جلال الدين محمد صالح: على هذا الأساس
من هذا القرار همشت اللغة العربية في الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا، وتفردت التجرينيا بإدارة التنظيم لتكون هي سيدة الموقف في التخاطب السياسي داخل التنظيم وفي تدوين وثائقه التنظيمية والسياسية، حتى كان تحرير إريتريا عام 1991. إذن اللغة العربية بعد الاستقلال، هذا عنوان فرعي في مقال الدكتور جلال الدين محمد صالح، يقول: شاء القدر أن تكون الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا بكل ما تحمل من موقف سلبي مهمش للغة العربية، هي من يصوب رصاصة الرحمة على المستعمر البقيد لتنال إريتريا استقلالها الرسمي عام 1993. طبعا التحرير كان 1991، ولكن فرض على الشعب الإريتري أن يستفتي على استقلال بلاده من إثيوبيا بعد أن أخذها بقوة الدماء، ولكن هكذا فرض من الأمم المتحدة أن يكون هنالك استفتاء على الاستقلال، فكان أن شهدت ذاك الوقت أن الشعب الإريتري كان على جسد واحد في استقلال إريتريا عن إثيوبيا، وكان ذلك رسميا عام 1993. يقول الدكتور: بهذا عادت إريتريا إلى شعبها الأصيل لتكون لهم وحدهم ويكونون لها وحدها، وبعودتها عادت الحديث عن اللغة العربية ومكانتها بعد أن شاهد الناس تهميشها عمليا وخلود اسطور الجبهة الشعبية المجمد من التنصيص على اللغة الرسمية خلافا للدستور الأريتري السابق في الأربعينيات، مع تفرد التجرينيا من الناحية العملية بالملفات الإدارية وتداول الخطاب السياسي والاستئثار بالحيز الإعلامي الكبير، جريا على ذلك القرار الذي حدثنا عنه الأمين محمد سعيد، والذي سماه البعري لاحقا بفلسفة آلية السوق. طبعا هذا إدريس البعري هو من الكتاب، كان يكتب في جريدة إريتريا الحديثة، وانتقد كلام الأمين محمد سعيد، وبعده لا يرى له مكان أو لم يسمع له وجود، دخل في زنازين الحكومة. عندما سئل الرئيس سياس أفورقي لماذا لا تكون اللغة العربية جنبا إلى جنب مع التجرينيا في إدارة البلاد، أجاب سيادته طبقا لما نشرته صحيفة إريتريا الحديثة العدد الخامس 1995 بقوله: اللغتان العربية والتجرينيا تم استخدامهما في إريتريا إبان الانتداب البريطاني الذي استهدف من وراء ذلك شق المجتمع الإريتري إلى كتلتين. يعني هذه من دسائس الاستعمار، يقول هكذا: إلى منخفضات ومرتفعات ومسلمين ومسيحيين، وإلى عرب وتجرينيا، ثم مضى إلى أبعد من ذلك في تطرفه من اللغة العربية والمطالبين بها، معيرا إياهم بأزمة هوية. يعني الذي يطالب اللغة العربية أن تكون هي لغة ثانية أو في إريتريا يعتبر أن هؤلاء المطالبون لهم أزمة هوية، ومؤكدا لهم أن لا مكان لهم في هذا الوطن ما داموا يتنكرون للغاتهم الأصلية ويستعيرون على حد تعبيره لغة غريبة عليهم ودخيلة فيهم، حيث قال في الصحيفة نفسها: من لديه أزمة هوية ويقول إن هذه اللغة أو تلك اللغة ليست لغتي وليست لغة شعبي ولا أرغب في الحديث بها أو سماعها، يقصد التجرينيا
وأرغب في استعارة لغة أخرى ويريد أن يكرس ذات المفاهيم التقسيمية التي حاول الإنجليز قرسها، فعليه أن يدرك أن لا مكان له في هذا الوطن. وبهذا يكون السياسة أفورقي حسم الأمر في عهد الدولة المستقلة بعد أن مهد لها في عهد الثورة المكافحة. ولكن الآن اللغة العربية صارت تعود شيئا فشيئا إلى إريتريا، ففتح معهد لتعليم اللغة العربية خاصة للمسؤولين والموظفين، ووصل التخرج في هذا المعهد إلى 4 دفعات. ولأنه وجد أن اللغة العربية ما زالت حية في إريتريا، وهو بنفسه يتكلم باللغة العربية الفصيحة، لا يريد مترجما إذا ذهب إلى البلاد العربية هكذا. لذلك يقول: بهذا يكون الرئيس إسياس أفورقي حسم الأمر في عهد الدولة المستقلة بعد أن مهد له في عهد الثورة المكافحة وفقا لتنظيراته وطبقا لإرادته وقناعته وبقوة سلطانه الأمني. يعني فرض على الناس أن يدرسوا اللغة التجرينية، وإلا لا مكان لك في أريتريا. والذين درسوا بلهجاتهم لم يكن لهم كذلك دور في المجتمع الإريتري، لأن إذا لا يعرف أو لم يتعلم اللغة التجرينية فلا يساوي شيء في المجتمع الإريتري. لذلك ونفوذه السياسي المتفرد بكل شيء متهما كل من يطالب باللغة العربية لتكون جنبا إلى جنب مع التجرينية بتكريس المفاهيم التقسيمية التي حاول الإنجليز قرسها، ومؤكدا أن لا مكان له في هذا الوطن. لو نظرنا إلى دولة كندا الكبيرة، دولة كندا الكبيرة هي لغتها الأصلية اللغة الإنجليزية، ولكن هنالك اللغة الفرنسية واللغة الأسبانية ضمن اللغات الرسمية في كندا. وبهذا الحسم الأمني فرض سياسة التعليم بما عرف بلغة الأم. كل قبيلة أو تدرس بلغتها، أو كل قومية تدرس بلغتها ما يسمى بلغة الأم. وبهذا الحسم الأمني فرض سياسة التعليم بما عرف بلغة الأم، وأجبر أولياء الأطفال على الامتثال، وغابت الصحافة العربية عن الظهور، والكتاب العربي عن الدخول، وغاب معهما كل مظاهر الحراك الثقافي من أمسيات شعرية وحوارات فكرية وثقافية ومنتديات ومعارض تبرز مكانة اللغة العربية وعمقها الثقافي في المجتمع الإريتري. وأضحى كل شيء تجرينيا في تجرينيا، تجرنا في تجرنا، ورقص في رقص، باسم إحياء ثقافة القوميات وتطوير لغاتها. ولكن هذا الحصر لم يوقف الجدل الدائر بين حول اللغة العربية حتى الآن، حيث بدأ النقاش حول جدوى التعليم بلغة الأم داخل أروقة التنظيم الحاكم وبين كوادره. لذلك ما يسمى المجموعة 15 التي انفصلت عن أفورقي وقدمت مذكرة في بداية التحرير، كانت من ضمنها أن تكون اللغة العربية هي لغة رسمية في إريتريا. وهذا التنكر ليس لمصلحة الشعب الإريتري، ولكن هؤلاء 15 زج بهم إلى السجون، وإلى الآن لا يعرف مكانهم. وكذلك فرض التجرينيا من الناحية العملية، ففي العدد 105 تاريخ مارس 2001 نشرت جريدة النبض التي يصدرها اتحاد الشباب
الإريتري الموالي للنظام، ووقائع الندوة التي عقدت في أسمرة تحت عنوان لغة الأم ما بين التنظير والخيار. وفيها كتب أحد المشاركين ردا على مسؤول قسم التعليم وقتها تسفى ميكائيل الذي قال هناك رؤية خاطئة في ربط اللغة بالسلطة. يقول فيه كاتبه: أنا أقول لا يوجد أي خطأ في هذه الرؤية، وهو كلام صحيح جدا، لأنك لو ذهبت إلى أي مرفق من مرافق الدولة إذ لم تتحدث بالتجرينية لا تجد حتى من يرد عليه. هكذا تعلمت باللغة الساهو، باللغة البليل، باللغة الدناكل أو العفر أو باللغات الأخرى، فلم يرد عليك أحد في الدوائر الرسمية. الأمين محمد سعيد من جانبه نفى أن تكون التجرينية هي المهيمنة، ففي مقابلة تلفزيونية أجريت معه في أسمرة بمناسبة العيد العاشر للاستقلال، قال الأمين عندما سئل عن اللغة العربية: لا توجد مشكلة لغة، فاللغات الإريترية متساوية، أما الذين يتحدثون عن وجود مشكلة هم أفراد يعيشون في الخارج ولهم أغراض سياسية يريدون أن يقولوا بأن اللغة التجرينية هي المسيطرة. مشاهدي الكرام، إلى حلقة جديدة أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.